السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم ام عمر بعثمان او نرمين حبيب. اليوم ان شاء الله حنسوي معمول حضرمي. يلا نشوف طريقته معنا. اول حاجة عندنا 4 اكواب من الدقيق. نقدر نستخدم دقيق اسمر ونقدر نستخدم نص ونص. حنحط عليهم شوية من الملح. عندنا كمان ملعقة من القرفة المطحونة هنحطها بالشكل هذا. عندنا كمان ملعقة من الحبهان مطحون برضو بالشكل هذا. ليش بهرنا في البداية؟ عشان كله كده يتجانس مع بعض ويكون طعمه جميل. هناخد ملعقة كبيرة من حبة البركة، وعندنا كمان ملعقة بيكنج باودر. بسم الله. كل المواد الجافة هذه هنقلبها بالشكل هذا. عندنا كمان نص كوب من الزبدة ذوبناه بهذا الشكل، وهنحط عليه كمان نص كوب من الزيت، يعني صار كل المجموع كوب. في المرحلة هذه لازم نبس العجين تمام. يعني ايه نبس العجين؟ يعني ندمجه كده بالشكل هذا. نغلف كل الدقيق بالزبدة، نغلفه بالشكل هذا كله لما يصير زي حبات الرمل المبلول. هذه خطوة جدا مهمة. طيب بالشكل هذا نفضل نعجن كده، يعني نفركه كده بيدنا الين نخلي كل الدقيق يتسواله كده زي كفر. نعجنه كده نبسه تمام. هذا الخليط اللي نحن سويناه حنسقيه بايش؟ قلت لكم حنسقيه بشيرة. يعني ايه شيرة؟ يعني احنا حنجيب كوباية من السكر هنحطها على النار الين تتكرمل معانا ويصير لونها كلها بني. هنحط لها كوباية مية، يعني كوباية سكر عليها كوباية موية. طيب او كوباية مية. اوكي. بعدين اول ما يغلي غلوتين حنطفي عليه وممكن نحط له شويه من الفانيليا، وصار معانا بالشكل هذا زي ما انتم شايفين. هذا اللي حنسقي فيه المعمول حقتنا بالشكل هذا. يلا نشوف ايش حنسوي. حنحط المويه بالتدريج او الشيره او العسل بالتدريج. طيب حنبدا دحين نحط بالتدريج زي ما قلت لكم. اول حاجه حنحط نص كوب ونبدا نقلب. نبدا كده نقلب مع بعض. نحط كمان يدوبك نلم العجينة بالشكل هذا. نحن خلاص خلصنا. شايفين قوامها كيف؟ شايفين؟ هنبدأ دحين نخليها ترتاح شوية ونشكلها. شايفين كيف صارت؟ بعد لما سبناها ترتاح في الثلاجة عشان خاطر تشتغل معانا بأريحية ونكون مبسوطين كده، هنبدأ ناخد حجم بالحجم هذا، يعني حوالي نص بيضة زي كده. هناخدها كده ونضغط عليها شوية وبعدين نبدأ نشكلها. لازم تفردوها كده يا جماعة عشان ما تصير معجنة. طيب وهنبدأ نشكلها كده. شكلوا بالأشكال اللي تحبوها. هنبدأ نسوي كده بالشكل هذا. شايفين؟ هذا أول شكل معانا. هنحطها كده وهناخد برضو واحدة صغيرة كده حلوة، وهنبدأ نضغط كده بالبصامة للناس اللي ما عندها خلق إنها تقعد تشكل. هنضغط كده. شايفين كيف شكلها؟ سهلة جدا وسريعة إذا سويناها بالبصامة بهذا الشكل. هنخلص الكمية كلها، هندخلها الفرن على الرف اللي في النص لدرجة حرارة 170 من 7 دقائق ل 10 دقائق وتستوي وأرجع لكم. طبعا نحن بنخليه لازم يكون لونه بني شوية، يعني يشقر شوية. اوكي. الاول ما يطلع معنا بالشكل هذا هنبدأ نسقيه بالشيرة او العسل حقتنا المكرمل اللي نحن سويناه. هنبدأ نسقيها بالشكل هذا. شايفين كيف؟ وهنبدأ نحط الكمية حقتنا كده. شايفين كيف الشكل يا جماعة؟ روعة. طبعا هذه تتقدم مع شاهي خطير كده وروعة وجميل. ما شاء الله. شوفوا كيف الجمال. ما شاء الله تبارك الله. كل ما هو حضرمي جميل. وبكده خلاص وصفتنا جاهزة. تقدروا طبعا تقدموها في العيد إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين. تتقدم طبعا مع شاي وبالعافية عليكم. كان معاكم نرمين حبيب. استنوني في وصفة ثانية. أحبكم مرة. باي باي.